تنافسية مع المنتخب السعودي وحقق الكثير من نقاط المباراة، وأيضا لديه من الأسماء اللامعة الكثير التي لا يمكن أن لها بداية وليس لها نهاية، ولذلك الفوز ليس بمفاجأة، وأيضا إن شاء الله هو بداية الطريق لمصالحة الجمهور العراقي. شكرا سيد. خليني أسأل كابتن فؤاد. كابتن فؤاد، اليوم الجماهير برودة الجو واجواء بارده، لكن الملعب فول 65 الف متفرج. نعم، هذا المعروف عن الجمهور العراقي الرياضي. اليوم الجمهور الرياضي العراقي اثبت هو محب لكرة القدم ومحب للبطولات. اليوم رسم لوحة جميلة في مدرجات ملعب البصرة الدولي. اليوم قدم المنتخب الوطني اداء كانت رغبة الفوز حاضرة منذ الدقيقة الأولى. قدم مباراة جميلة تختلف عن المباراة التي خاضها أمام المنتخب العماني. اليوم اكتملت اللوحة تقريبا، والمنتخب الوطني يخطو خطوة نحو الأمام إن شاء الله. تقريبا إن شاء الله المباراة القادمة ستكون سهلة للمنتخب العراقي للظفر والتأهل إلى المربع الذهبي إن شاء الله. شكرا. خليك وياي يا زميلي نور. خلينا ناخذ رأي الزميل أوس. اليوم فوز ربما وضع المنتخب العراقي قدما في نصف نهائي بطولة خليج 25. ليش ربما؟ خلينا نقول 99%، ولو هي كرة قدم حسابات على حكايتها اكيد. يعني مباراة المنتخب العماني مع المنتخب السعودي ربما هي ستكون الفيصل، ومباراتنا مع اليمن ربما تكون سهلة وبعيدا عن الضغوطات، يعني نلعب خارج الضغوطات. رأيك بحظوظ المنتخب العراقي؟ والله الحظوظ قوية جدا، الحمد لله ما وضعنا نفسنا بعنق الزجاجة. اليوم خدمتنا الأمطار بصراحة، لاعبينا بنيتهم الجسمانية كانت كبيرة وأقوى من الفريق السعودي. الفريق السعودي تعرف هذا الصف الثاني وما قدر يقدم بسبب الأمطار، وسمعت كلام مدربهم، لكن أنا متفائل. التأهل كأول، اليوم لازم يفكر بالمباراة القادمة في الدور نصف النهائي، ربما قطر ربما البحرين. هو قال راح يشرك جميع اللاعبين 23، وأنا أعتقد في هكذا بطولة هذا الأمر مهم. ربما الجمهور يبحث عن التتويج واللقب الغائب عن خزائن العراق منذ عام 1988، لكن المكسب الأكبر هم اللاعبين اللي وراء البطولة. عندنا كأس آسيا 2023، عندنا تصفيات كأس العالم 26. اليوم مكسب كبير. شكرا للجمهور الكبير اللي آزر المنتخب، وشكرا للاعبين اللي تحملوا كل هذه الضغوطات وحققوا فوز مهم جدا على المنتخب السعودي، ويا رب ان شاء الله التتويج بالبطوله. شكرا جزيلا. شكرا زميلي اوس. شكرا لجميع الاراء. طبعا هذه كانت اراء الاعلاميين العراقيين بعد نهايه مباراه المنتخب العراقي مع السعوديه.